رساله للسي رمضاني عبد الرحيم بوعيده، ماشي موضوع اللي الضحك ولا ماده السماد يجمع اللايكات. ما بين عشيه وضحاها ولا الفيسبوك عامر بصور الدكتور عبد الرحيم بوعيده والدكتور معتوق واسماء اخرى، والناس كيطالبوا بان بوعيده يكون رئيس الحكومه. لكن وسط التفاعل الشعبي الكبير خرج الصحفي المعروف رضوان الرمضاني باش يتهكم ويقول الحمد لله ان الفيسبوك ما كيصوتش. هذا الرد وان كان فيه جرعه سخريه الا انه كيفتح النقاش حول معنى الاراده الشعبيه وكيفاش خاصها تتفهم بعيد عن التبخيس او الاستهزاء. انا ماشي مشكلتي انك تختلف معايا او تنتقدني، المشكله هي انك تتهكم من اختيارات المواطنين. المواطنين قالوا بغينا عبد الرحيم بوعيده رئيس الحكومه، هذه ماشي نكته، هذا تعبير خطير على فقدان الثقه في الموجودين في الساحه السياسيه اليوم والبحث عن البديل. والبديل ماشي بالضروره تتفق معه انت او تختلف معه، البديل هو اللي يختاره في النهايه المواطن، والمواطن هو اللي كيتسنى حلول للبطاله اليوم، هو اللي كيتسنى مدرسه عموميه محترمه لاولاده، هو اللي كيتسنى مستشفى يليق بكرامته. وعبد الرحيم بوعيده ماشي عاد بان وكينتقد من اجل الانتقاد باش يصنع البوز. اللي ما كيعرفوا انت ولا مجموعه من المواطنين هو على انه كنت من الاوائل اللي انتقدوا رئيس الحكومه، ماشي من بعيد، ولكن وانا معاه في الحزب وطردني منه. يعني مواقفي واضحه وماشي وليده اللحظه، مواقفي نابعه من مبدا انني لا اقبل العبث، وهذا الشيء اللي خلى المواطنين ربما يشوفوا فيا بديل معين ويقترحوني كرئيس الحكومه، مع انه هذا ما هو طموحي، لا نكون رئيس حكومه ولا نكون وزير، وما عمري فكرت في الدخول في الحكومه وما عمري طلبت اي منصب نهائيا. انا اللي بغيت واللي بغيت نقول هو انني نشوف سياسيين عندهم غير على البلاد ديالهم، نشوف سياسيين كيطبقوا الخطابات الملكيه، نشوف سياسيين نلقاهم بجنب المواطن، ماشي يجمعوا المال على ظهر المواطنين. بغيت سياسيين يحسوا بينا، يحسوا بالفقراء، يحسوا بالمساكين، يحسوا بالطبقه المتوسطه، يحسوا بما يقع اليوم من مشاكل في الصحه العموميه، المدرسه العموميه، الجامعه العموميه، من غلاء الاسعار، من غلاء المحروقات. يكون عندهم تصور استراتيجي، يكون عندهم حرق على البلاد ديالهم باش تكون بحال باقي البلدان اللي كنشوفوها واللي كيبقى فينا الحال. قلت شي على انه الفيسبوك، الناس اللي كتتكلم في الفيسبوك ما كتصوت. بغيت نقول لك على انه انا عندي تجربه في 2021، كانوا يناقشوا معايا وحدين عندهم الفلوس وقلت لهم غادي نترشح في 2021، قالوا لي ما عندك والو، واش معول على الفيسبوك؟ وقالوا لي بالحرف الواحد الفيسبوك ما كيعمرش الصندوق. وكذبهم الصندوق وعمر الصندوق في قليمين حتى تخلط، وباقي القصه يعرفها الجميع. نقول لك على ان الفيسبوك عنده تاثير، وهذا الكلام اللي كنقولوا اليوم تيعوناتيه المكان ديالو الحقيقي هو البرلمان، ولان البرلمان ضعيف، ولأن البرلمان غرفة تسجيل، ولأن البرلمان ليس مكانا للنقاش العمومي الحقيقي، وما كنلقاوش فيه داك الشيء اللي بغينا باش نعبروا. راه ما كانش نعبروا كاع في الفيسبوك، ولكن للاسف حنا مكبلين مجموعه من القوانين الداخليه، مكبلين دقيقه ولا جوج ما تجيك على 3 شهور ولا على 4 شهور. واللي كيظن على ان لا تدخل البرلمان وتورك على الميكرو وتقول اللي بغيت راه غلط، ولا يعرف دور البرلمان ولا يعرف اصلا البرلمان. البرلمان للاسف كنقولها ضعيف جدا، والا ما كنا اليوم نتكلموا الحمد لله اللي لقينا هذا البديل اللي نتكلموا فيه. انا في الاغلبيه والمفروض اني نسكت، والمفروض اني نقول امين للاغلبيه واسبح بحمدها ونقول دارت ودارت ودارت. انا ما كنكذبش على المواطنين وما كنكذبش على بلادي، انا كنقول الحقيقه وكننتقد الاغلبيه وانا معاها، ولاني خايف ولا ما تطردني ما عندي حتى مشكل، لان ما عمر الانتخابات كانت الهاجس ديالي، ما عمر الكرسي كان الهاجس ديالي، وما عمره كان الطموح ديالي، مع ان الطموح مشروع، ولكن انا ما كنبحث على المناصب، ما كنبحث على الكراسي، وما كنديرش هادشي من اجل الانتخابات. وايضا بغيت نقول على انه حنا راه ما كنتعراوش في الفيسبوك وما كنديروش روتيني اليومي، حنا كنتكلموا من منطلق ان اساتذه جامعيين مهمتنا هي تنوير الراي العام في البدايه والنهايه، ومهمتنا ايضا كسياسيين ان نساهموا في النقاش العمومي ونقاو بالوعي ديال المواطن. والفيسبوك فيه الصالح وفيه الطالح، فيه اللي كينشروا التفاهه ويتعراو ويديروا ريتوني اليومي، وفيه الناس اللي كتوجه وكتتكلم وكتنتقد من اجل يعني تفادي الاعطاب اللي كاينه في البلد ديالنا، ماشي من اجل الانتقاد، ماشي باش نديروا البوز، ماشي باش تعرفنا الناس، لا، ماشي باش نشدوا الفلوس نهائيا، لانه اللي بغى الفلوس راه عارف بلدها ويدير التجاره ولا يدير اي حاجه، ولا يمشي يتم في اليوتيوب يوميا ولا في التيك توك يوميا ويدير اللي بغى. انا كنتكلم مره ولا مرتين 15 يوم ولا في 10 ايام اذا كان هناك ما يدعو للنقاش، اذا كان هناك قضيه خاصنا نتكلموا عليها
ولا نكشفوا عليها ولا نساهموا في اغناء النقاش. اما ان لا نتكلموا لاجل الكلام ولا ننتقدوا من اجل الظهور، هذا ما هو دوري ولا عمري فكرت فيه. والمناصب بغيت نقول لك على انه يجيبها مولانا ما يجيب احد. والمواطنين اليوم خاصهم قدوات، قدر يكون قدوته هذا قدوته يشوفه هون وهذا قدوته يشوفه هون، هذا قدوته يشوفه في استاذ جامعي، في فقيه، في عالم، في مغني، في اي حاجه كلها ودماغه. والله تبارك وتعالى لو كان بغى يقاد العقول راه عطانا عقل واحد، ولكن عطانا عقول مختلفه وفي ذلك رحمه. وانا نتكلم معك اليوم وكنقولها لك، كنقول لك على انه الاختلاف لا يسد الود قضيه. انا ما كندافعش على الاشخاص، انا كندافع على القيم، على المبادئ، كندافع على الثوابت ديال البلاد ديالي، لاني اؤمن ان الاشخاص زايلين وان اللي باقي هو الوطن ديالي، هو الملكيه ديالنا هي اللي باقيه، هذه اللي كندافع عنها. ولو كان بغيت ندافع على الاشخاص راني سبكتك لهم وسبكت لهذا الحزب ونعرفه مزيان واسس في المنزل ديالنا ونعرف اللي فيه. وعبد الرحيم لا يتملى، عبد الرحيم يتكلم ويقول كلامه واجره على الله من اجل مصلحه وطني، من اجل مصلحه بلدي، من اجل مصلحه ملكيه، لان الملك يحتاج الى نخب قويه. مقبلين على الانتخابات للاسف الشديد بغي نقول لك على انه غادي يكون واحد العزوف كبير جدا. جيب لي شكون يخرج الناس، جيب لي شي حد عنده مصداقيه، جيب لي نخب نظيفه، جيب لي نخب اللي تقدر تخرج للشارع وتتكلم وتقنع. اليوم هذا هو، لانه الاحزاب للاسف الشديد ضعيفه، بعضها ضعيف، بعضها متهلهل، بعضها دكاكين سياسيه، النقابات كذلك. اذا شكون هي اليوم يلعب دور الوسائط؟ راه كتلنا الوسائط قتلت نفسها، وبقى الفيسبوك وبقات وسائل التواصل الاجتماعي هي متنفس للناس تتكلم فيه، تصنع فيه راي عام، وهي تؤثر ولا تنكر ذلك. انت تؤثر من موقعك وانت كتشوف على ان تاثيرك ايجابي وهذا من حقك، وانا اؤثر من موقعي وكنشوف على ان تاثير ايجابي ومن حقي. والمواطن من حقه ايضا يعبر عن رايه، يديرني رئيس حكومه، يديرني وزير التعليم، يديرني وزير اللي بغاه، هذا من حقه. ولكن بغيت نقول للمواطنين على انه انا ما يمكنليش نكون رئيس حكومه، لان اولا انا ماني امين عام لحزب، ما عندي حزب، ماني رئيس حزب. ولكن ربما وهذيك الساعه بغيت نقول لك السر رمضاني غادي نشوف واش غادي يمشوا معنا هاد الناس ديال الفيسبوك، واش غادي نحط من الرقم القياسي في عدد المنخرطين ولا لا. وهذيك الساعه تصدق رؤيته ان كما قلت انت شعب الفيسبوك لا يصوت. نصحح لك المعلومه، لقد صوت وعمر الصندوق، وكذب ذاك اللي قال لي الفيسبوك ما عمر الصندوق. فيسبوك يصنع رايا عاما، للاسف الشديد هو اللي ولا كاين دركاتيه، لان الاحزاب لا تؤطر، النقابه لا تؤطر، مجموعه من المؤسسات تخلت عن الدور ديالها. الاعلام بغيت نركز لك عليه ونسطر مسطرين، الاعلام ايضا جزء منه استقال وباع، وجزء منه يمدح، وجزء منه يطبل، وجزء منه يهلل، ولم يعد لدينا اعلام قوي يصنع رايا عاما، اعلاما مستقلا. والدليل على ذلك الحوار اللي داروا رئيس الحكومه على القناه الاولى والثانيه، وخير دليل على اننا نعيش في عصر التراجع الحقيقي للاعلام. بغينا نخب قويه، بغينا نخب ما تكونش زيارات موسميه، ما تكونش تعالج القضايا الاستراتيجيه للبلاد، التعليم، الصحه، غير لا تحرك المواطن. بغينا تكون هذه الامور عاديه في صميم اختصاصات الحكومه، مسؤوليه السياسيين، ماشي السياسيين اللي كيجمعوا الفلوس على ظهر المواطنين وعلى ظهر البلاد. انا ولدي ما ديت حتى شي حاجه من البلاد ديالي، وكنت رئيس جهه وانا نائب برلماني الان، وهانت هان الحمد لله بالكفاف والعفاف والغنى عن الناس ورفع الوصله والحمد لله. وغادي نبقاو نتكلموا ومن حقك ايضا نتكلم، وهذا لا يفسد للود قضيه. تحياتي لكم وتقديري، واسف ان كنت قد اطلت.